يلا بينا مع بعض نزين السابليه، وطبعا التزيين ده ينفع كمان البيتي فور. السابليه انا لزقته كده مع بعض بزبدة لوتس، وعندي هنا زبدة لوتس متسيحة في معلقة زيت، وجناش شوكليت دارك، وجناش شوكليت ابيض، ومكسرات. عندي فستق مطحون كده وسليم، وعندي بندق وكاجو سليم برضو ومطحون، او براحتك، ممكن جوز هند، ممكن سوداني. انا ببدأ انزل السابليه كده بعد ما اكون حشيته، بعد ما اكون يعني لزقت اتنين في بعض، بنزله على طول بالشوكة كده واصفيه كويس، واروح مطلعاه على كيس بلاستيك كده او اي ستريتش، بغلف بيه الطبق عشان ما يلزقش في الطبق نفسه الشوكولات. وهحط واحدة كده زي ما احنا شايفين في زبدة اللوتس بعد ما اكون فكيتها شوية بزيت، وبيطلع شكله قمر 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 جميل جدا. بستعمل شوكة زي ما احنا شايفين علشان زيادة الشوكولات تنزل من الشوكة، وببدأ أصفيه أو أحطه كده لغاية ما يجمد زي ما احنا شايفين كده على أي كيس بلاستيك، أي كيس تلاجة، أو أحطه في التلاجة شوية وهيبقى زي الفل تمام يعني. وده نوع من التزيين تاني. أنا كنت مقطعة من عجينة السابليه دواير كده صغننة خالص أو وردات صغننة، وببدأ أحط نص مثلا في الشوكولات، وأحط عليه اللي هي الوردات الصغننة من السابليه نفسه يعني. ده طبعا الشكل الكلاسيك من السابليه، اللي هو بيبقى مرشوش بسكر بودرة، وحاطة في النص بقى كريزة مثلا زي دي كده، وممكن احط كمان مربى، بس انا بصراحة مش بفضل طعم المربى في السابليه، بس طبعا لو انتي بتحبي طعم المربى حطي عادي جدا، بتبقى حلوة برضو. كده نخلص مع بعض كل الكمية، وبتطلع شكلها حلو جدا في الآخر. اللي عجبه الفيديو ما ينساش يدوس لايك وفولو وسبسكرايب للقناة، واستنى فيديوهات كتير حلوة إن شاء الله. باي باي.